السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه الكيك. غير 3 حبات بيض، مكونات موجوده في كل بيت ومقادير مضبوطه ينجح لكم من اول تجربه. نبدا بالوصفه على بركه الله، وفي نفس الوقت راح نمد لكم المقادير ونطبقوا الوصفه. هنا في بول نسحقوا 3 حبات بيض يكونوا متوسطين بدرجه حراره الغرفه. نسحقوا قرص ملح. الملح ضروري في المسكوت ولا في الكيك ولا في الكروكي، مليح نزيدو قرص ملح. نسحقهم غير في لافاني، ونقدر نستغناو عليها. اللي ما عندوش لافاني يقدر ما يستعملهاش، يدير زاز دو سيترون ولا زاز دورانج ولا لافاني ليكيد، ولا تقدروا تستعملوها. هنا نسحق علبه ياغورت طبيعي. هنا الوزن ديالها 100 غرام. هنا بنفس العلبه راح نقيسو كامل المقادير. نسحقوا علبه زيت، علبه سكر. اللي يحب الكيك ديالو حلو كتر يقدر يزيد السكر على حسب الرغبه. هنا نخلطوهم بالباطور. اللي ما عندوش باطور يقدر يستغنى عليه ويستعمل فوي ولا فرشيطه ولا ويحرك به. حنا نحركو مليح حتى يذوب السكر. كي نحسو السكر ذاب تما خلاص. تقريبا حتى يبيض الخليط. نحركو مليح. شوفوا بدا يخرج لي فقاعات. دونك نزيدو الفرينه بنفس العلبه تاع الياغورت الطبيعي. نقيسو 2 علبات ونص. انا نسحقو 250 غرام فرينه. العلبه ترفد 100 غرام، سما نديرو 2 علب ونص. نكونوا مغربلينها من قبل، ضروري نغربلو الفرينه. هنا نسحقو كيس ونص تاع خميره نواره، خميره الحلوى يعني. واللي يحبوا طالع بزاف يقدر يستعمل 2. انا ما نحبوش طالع بزاف، سما نستعمل 1.5. ونحركهم خطره واحده اخرى.